السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم البنات؟ راكم مع السولاتي، شحالكم لاباس بصحة وعافية يا رب العالمين. اهلا وسهلا بكم بقناتي وقناتكم رحيم، واللي ترحب بكم في كل وقت وتجيب لكم غير الوصفات السهلة والسريعة واللي بزاف بنينة واللي اكيد اقتصادية. اليوم جبت لكم خبز السميد البنات، يجيكم بزاف هشوش وبزاف اسفنجي. يعني بطريقة سهلة وبسيطة خاصة للمبتدئات. يعني يجيك طالع ومضمون يعني، وبزاف هشوش وبزاف هايل. تبعوا البنات معايا الطريقة هذا مكان، وراح تحصلوا على أروع نتيجة. خصوصا كيما رانا مقبلين على شهر رمضان. ان شاء الله ربي يوصل رمضان بالصحة والعافية يا رب العالمين، ونصوموه بالصحة والعافية. نبداو البنات بالطريقة. عندي لهنا نجيب ريسيبي كما كتشوفوا، وضعت عليه 2 كيلات ونص سميد رطب البنات، وعندي 2 كيلات ونص فارينة كنت غربلتها اكيد من قبل. اخلط المكونات الجافة كامل مع بعضها، نوضع عليهم ملعقة ونصف سكر، ولا نديرو ملعقة كبيرة بومبي. عندي كذلك ملعقة ونصف خميرة الخبز طبعا يعني خميرة فورية. راح نجيب لهنا بيضة كاملة، نحي منها الصافة نخلي نطلي به الوجه تاع الخبز الدار تاعي. والبياض اكيد راح نستعمله في العجينة. جبت لهنا نصف كأس من الزيت، يعني ما نكثروش. عفوا وضعت عليهم ربع كأس زيت. ما نكثروش البنات، ما نديروش نصف، نديرو ربع كأس زيت. وضعت كذلك نصف كاس حليب، ونبدا نخلط في المكونات كامل مع بعضهم. واكيد الملح ما راح ننساوه، وضعت ربع ملعقة كبيرة. ونخلطوا المكونات كامل مع بعضهم هكذا، نطمو بشويه، ورانا نضيفوا في الماء البنات. الحليب والماء لازم يكونوا دافيين. فوالا كما راكم تشوفوا راني نعجن فيها، يعني الخبز الدار اكيد راح نعجنوه، مانيش راح غير نطموه بين سباتينا ولا. واليوم العجينه تاع اليوم راح ندلكو فيها شويه البنات، نحو الغش كامل نحطوه فيها. اللي عندها غش ولا حاجه توجد روحها، وندخلوا في العجينه هذه حتى نقلبوها طريه. نبداو نضيفو في الماء، ورانا نعجنو فيها كيما راكم تشوفوا. يعني انا ما عجنتهاش ياسر، حقيقه ما عجنتهاش ياسر. على خاطر راح نخمرها، كتخمروها 2 خطرات يعني ما تخافوهاش خلاص، يعني تقولوا تجينا مش طالع ولا يجينا مش خفيف. بالعكس يجيكم هايل هايل، خصوصا هذا تاع السميد غير تاع الفارينة. انا حقيقه منحبش الخبز الدار كيجيني طالع بزاف بزاف. يجيني هذاك راه تاع حليب، ماشي تاع كيما تاع شربة ولا كيما هذا كيعود شويه، يعني يجي موايه في الطول تاعو، يعني ما يجيش طالع بزاف. هذاك يجيني راه هو تاع الشربة ويجي بزاف هايل. خصوصا لضيافكم، ان ديروه للضياف، ديروه في رمضان كما قلت لكم انا مقبل على شهر الرحمه والمغفره. نديروه نفطرو به، يعني حاجة هايلة هايلة هايلة. خصوصا للمبتدئات هذا تبداو به، يعني حاجة مضمونة وناجحة. كما راكم تشوفوا البنات راني ندير فيه في الماء فوق البخون دو ترافاي تاعي، وراني ندلك فيه غير بالعقل، ندلك حتى تحسوه ولا طري معاكم. وجبت الريسيبي اللي خلطت فيها، تنتا شوية زيت، وضعت هذيك العجينة فيها، نخليها ترتاح مدة ربع ساعة حتى لنصف ساعة، يعني على حسب الجو وعلى حسب السخانة اللي راها في الكوزينة تاعك. فوالا لهنا بعد ما جلست يعني أنا 20 دقيقة، كانت الكوزينة شوية سخونة، كنت نطيب وهكذا. جبت قسمتها، اللي زعما ماهيش كوزينتها سخونة تحطها قدام الفرن ولا يعني تطلع معها تستويت. لهنا قسمتها على 2 كما كنت تشوفوا، راه تبان باللي راها مدلوكة، باللي راها مرتاحة مليح. نضيفها نحطها في، انا جوني 2 خبزات، وضعت هذه في المول هذا، والخبزة الاخرى حطيتها في المول الكاري. فوالا كما كتشوفوا نفتحها غير بالعقل، وبعد ما دهنت المول هذا تاعي بالزيت.
لا أنا رحت للعجينة الدوزيام كنت نشوف فيها كيفاه دارت البلابل، يعني باه تعرفوا بلي العجينة تاعكم ناجحة 100%، تشوفوها بدات دير في البلابل وانتم تقرصوا فيها. لهنا خليت عليها شوية، يعني مازالت ما طلعتش مليح، هذا خبز الدار تاعي مازال ما طلعش مليح مليح. جبت البانس وجبت صفار البيض وبديت نطلي فيه من الفوق. هذا الصفار البيض ضغط عليه هنايا غير ملعقة حليب، هذا ما كان باه غير شوية خففته. نطليها هكذا ونخلي عنها شوية زيت تخمر تطلع شوية برك، وندخلها في الفرن. البنات انا وضعت السينوج، تحبوا ديروا حبة البركة، تحبوا ديروا حبة الحلاوة، ديروا البسبس، زرات البسبس، يعني هذه حاجة اختيارية. تحبوا ديروا حتى الججلان، يعني كل واحدة كيفاش تحب دير. دخلته في الفرن على درجة 180 حتى 200 درجة. طيبتهم لتحت، شعلت عليهم الفوق أكثر. جات يد البنات جات تحميرة هذيك السه الله الله. إن شاء الله يا ربي تجربوه وتشوفوا كيفاش جا، يعني خفة هايلة هايلة هايلة. أنا راني صورت لكم كيف خرجته من الفرن، بصح الله غالب ما تريجستراليش لا فيديو هذاك. ما عليه، على بالي بكم البنات راح نجربوا الوصفة وتفرحوا بها كيما الوصفات الأخرين اللي راكم جربتوهم وعجبوكم ياسر. كيما قلت لكم هذه الوصفة مضمونة 100%، واللي كشما جاها مشكل ولا ادخلي لي تعليق في القناة وأكيد راح نتواصل معاها ونعطيها وش هو السر اللي كيف حتى ما نجحتهاش هذيك الحاجة. وش راح نقول لكم حبوباتي، إذا عجبت الوصفة تخلي لي كومنتير شباب كيما هي، وجام جمجمولي على السولاتي، جمجمولي. واللي مش مشتركة تشترك في القناة وتفعل الجرس بيوصلها الجديد تاعي، وبارطاجيو لا فيديو. ربي يفتح عليكم وعليا عسولاتي. وخير والختام هو الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.